في هذا الفيديو غادي نعرفوا القصه ديال اخطر شخص كان كيدير السماو. شخصيه من اخطر الاشخاص ومن امهر الاشخاص اللي كانوا كيديروا السماو في المغرب. شخصيه كتميز بالمكر وبالدهاء وبالخداع. شخصيه غير عاديه بالاعتراف ديال الضحايا ديال هذه الشخصيه. السلام عليكم اصدقاء، معكم هو كيلو ومرحبا بكم في فيديو جديد. القصة ديال اليوم كتدور على واحد الشخصية غامضة كانت كتدور في المدينة. الشخصية كانت عندها القدرة تدي لبنادم الفلوس ديالو، التليفون ديالو، الذهب، اي حاجة كانت عند الانسان كتمشي ليه، وكتمشي ليه بواحد الطريقة فنية. الناس سماوها بالسحر، سماوها بالنصب والاحتيال، سماوها بالسماوي، وكاين اللي سماها بحلاوة اللسان. كل واحد واشنو سماها. من اول الضحايا ديال هاد الشخصية كانت مرأة. هاد المرأة كانت بحالها بحال كاع المراوات، كانت مقضيه التقضيه ديالها وراجعه لدارها، حتى تلاقات مع واحد الشخص كان كيبان المظهر ديالو نقي، والسن ديالو كان تقريبا كيتراوح ما بين 36 37 حتى 38 عام. هاد الشخص كان كيبان عادي وما كانت كتبان عليه حتى شي حاجه اللي تخلي بنادم يخاف منه ولا يتجنبه. وقف على المرأة وقال لها السلام عليكم. قالت لي المرأة وعليكم السلام. قال لها واش انتي هي فلانه؟ المرأة تصدمات من واحد ما كتعرفوش، هو كيعرفها وكيعرف الاسم ديالها، ولكن واخا هكذاك المرأة ما خافت منه ما والو، وكملت الهضره معاه وقالت ليه انا هي فلانه. منين قالت ليه انا هي فلانه سكت واحد شويه وبقى كيشوف المرأة في عينيها، وشويه وهو يجبد واحد الورقه من جيبه وقال للمرأة راه انا ماشي من هنا، الا كان ممكن تقراي لي العنوان اللي كاين في هذه الورقه، الا عرفتيه قولي لي فين كاين. وعطى المرأة الورقه، شداتها في يدها وبدات كتقرا في هذاك الشيء اللي مكتوب في الورقه. المرأة منين بدات كتقرا في داك الشيء اللي في الورقه ما عرفاتش هذاك العنوان اللي مكتوب في الورقه فين كاين، واكثريه الكلمات اللي قراتهم المرأة ما فهماتهمش مزيان. منين قرات الورقه قالت لي هذا العنوان وهذا الشيء اللي في الورقه راه ما عرفتوش فين كاين. شاف فيها وهو يعاود يجبد المرأة السميه ديالها وقال ليها بغيت نقول لك شي هضره. المرأة ما فهمت والو من هضرته وقالت ليه مرحبا، قول شنو باغي تقول. قال لها واش انتي هي فلانه؟ قالت ليه قال لها واش ولدك سميتو فلان؟ قالت ليه هو يقول لها عندك راجلك مريض في السبيطار. المرأة هنا تصدمات منه وقالت ليه شكون انت اللي كتعرف عليا هادشي كامل؟ وقالت لي راجلي راه مريض وناعس في السبيطار. قال لي الله يشافيه. المرأة عاودت سولاتو وقالت لي شكون انت، واش صاحبه ولا كتعرفو؟ قال لها بلا كثرة الاسئله، انا راني شريف وغادي نقول لك واحد الهضره. المرأة منين سمعت كلمة شريف والراجل عارف على المرأة سميتها وسميت ولدها وعارف تا راجلها في السبيطار، دخلها الشك وما فهمت والو. وهو يقول ليها راجلك راه غادي تزاد عليه الحال وغادي يطلبوا ليه واحد العملية. المرأة منين سمعت هاد الهضره داخت ديال بصح، وقال ليها هاد العملية اللي غادي يطلبوا ليها راه غالية وغادي خصك الفلوس باش راجلك يدير هاد العملية. المرأة بقات غير كتشوف في الراجل وكتسمع الهضرة ديالو اشنو كيقول، وهو يقول ليها عندك واحد الذهب في الدار ياك؟ المرأة بدون شعور قالت لي قال ليها راه غادا توقفي على هذاك الذهب وغادا تبغي تبيعيه، ولكن ما غاديش يتباع ليك بالثمن اللي مناسب. المرأة سولاتو وقالت ليه علاش، وهو يقول ليها جيبيه ليا وديريه في وسط جورنان وجيبيه ليا نبخ لك عليه وغادي تولي فيه البركه وغادي يجيب لك الثمن. المرأة هادشي اللي دارت بدون شعور، مشات شدات هذاك الذهب ديالها ودارته في وسط الجورنان وجابته ليه. منين جابته ليه شد هو هذاك الذهب بدا كيقرا عليه وهو يديرو تحت من التريكو ديالو وعاود جبدو وعطاه للمرأة وقال ليها ما تقلبيش دابا، وقال ليها غادي تحسبي 100 خطوه وما تدوريش وراك وما تشوفيش لا في اليمين ديالك لا في اليسار ديالك، غادا تبقاي غادا نيشان وحسبي 100 خطوه حتى تكملي 100 خطوه، عاد حلي الجورنان وشوفي الذهب ديالك. هاد الشيء اللي دارت المراه بدون شعور، بقات غاده وكتحسب في الخطاوي ديالها حتى كملات 100 خطوه. ومنين كملات 100 خطوه وحلات الجورنان باش تشوف الذهب ديالها كانت صدمه كبيره.
المرا منين حلات الجورنان لقاتو عامر بالسلوكه ديال الحديد وما لقاش الذهب ديالها. ومنين دارت شافت وراها ورجعت للبلاصه فين كانت واقفه هي والراجل لقاتو ما كاينش وغبر ليه الاثار. وهنا عرفات باللي تعرضات للسماوي وتنصب عليها. والمرا كتقول باللي هذيك الورقه اللي عطاها ليها قراتها في الاول كانت فيها شي حاجه خلاتها فقدات التركيز ديالها وفقدات السيطره على راسها ولات اللي قالها ليها كديرها. وكتقول منين مشات بغات ديكلاري بيه ما بقاتش عاقله حتى على الملامح ديال وجهه وما كتعرف عليه حتى شي حاجه. ما لقاتش ما تقول الشرطه فقط قالت ليهم راه تنصب عليا ومشى لي الذهب ديالي. ما كاملاش المده ديال 15 يوم واحد الشاب في نفس المنطقه اللي تعرضت فيها المراه لهاد العمليه ديال السماوي غادي يوقف عليه واحد الشخص وغادي يقول ليه واش انت هو عادل. الدري غادي يقول ليه انا هو عادل وغادي يقول ليه شكون انت. غادي يجاوبو غادي يقول ليه ماشي مهم تعرف وغادي يقول ليه انا راك نعرفك منين كنتي صغير. وقال ليه كنتي كتقرا في مدرسه القدس في الابتدائي ديالك. عادل بدا كيضحك وقال ليه راني كنت كنقرا في القدس في الابتدائي ديالي. وهو يقول ليه كيدير خوك السي محمد واش باقي في الطاليان. جاوبو عادل وقال ليه راه باقي في الطاليان. وهو يقول لي سلم عليه الا دويتي معاه. قال لي عادل ان شاء الله الا دويت معاه راه غادي نسلم عليه. ولكن قال لي عادل قول لي شكون انت باش الا دويت معاه نقول ليه راك سلمتي عليه. وهو يجاوب وقال ليه قول ليه راه شريف كيسلم عليك. وقال ليه غير قول ليه الشريف راه غادي يعرفني راه كيعرفني مزيان. عادل قال ليه صافي كون هاني شويه. وهو يقول عادل بغيتك تسخر لي غير هنا وتجي. عادل قال لي مرحبا فين بغيتي نتسخر لك. جاوب عادل وقال لي بلاتي واحد الدقيقه. الراجل كانت عنده واحد الشكاره كان لابسها في ظهره حيدها من ظهره وهو يحل الشكاره وجبد منها واحد الجورنان. هذاك الجورنان كان توسطو شي حاجه. شاف عادل وهو يقول ليه عادل هادي راه واحد الامانه ديال الفلوس بغيتك تديها ليا لسعيد الحلاق اللي كاين في الزنقه ديالكم. وقال ليه هنا راه كاينه 2,120,000 ريال. عادل قال ليه صافي مرحبا نديها ليه. عطى العادل هذاك الجورنان وقال ليه انا غادي نتسناك هنا منين تعطيها ليه رجع عندي راه غادي نعطيك واحد البركه. عادل قال ليه صافي. منين عادل يلاه غادي تما غادي يعيط ليه وهو يقول ليه شوف عادل ما ديرهاش مني قله الصواب راني خفت منك ما تديش الحلاق هاد الامانه وبغيتك تضمنني بشي حاجه باللي غادي تدي لي هاد الامانه وترجع عندي. عادل قال ليه مرحبا باش بغيتي تضمنني. جاوبو هو يقول ليه عندك تليفون. قال لي عادل هو يقول لي راه ليا. عادل بدون شعور عطاه التليفون وكان داير واحد السلسله في عنقه ديال النقره. قال لي عطيها ليا حتى هي وقال لي عطيني البصدام ديالك كانت فيه 500 درهم وشي صرف صغير فحال ما هكاك. عطاه لي حتى هو. وهنا قال لعادل صافي دابا راني تاقش فيك. وقال ليه يلا سير دي الامانه لسعيد الحلاق ورجع عندي هنا انا كنتسناك باش نعطيك هاد الشي ديالك وهذيك البركه اللي قلت لك غادي نعطيك. عادل قال ليه صافي ومشى باش يدي الامانه لسعيد الحلاق. منين وصل لعند الحلاق قال ليه السلام عليكم وقال ليه راه واحد السيد كيقولوا ليه الشريف راه عطاك هاد الامانه. الحلاق ما فهم والو من الهضره اللي قال ليه عادل وشد من عنده هذاك الجورنان. منين حلو لقاه عامر بالوراق خاوين. الحلاق عيط على عادل وقال ليه شكون عطاك هاد الشي راه هاد الجورنال اللي عطيتيني عامر غير بالوراق. وقال ليه شكون هاد الشريف انا ما كنعرف حتى شي واحد سميتو الشريف. هنا عادل تصدم ومشى رجع كيجري للبلاصه فين خلاه واقف كيتسناه. ومنين رجع ما لقاش وهنا عرف راسو باللي راه تعرض للسماوي. ومنين عيط لخو اللي في الطاليان وسولو وعاود ليه اشنو طرا وقال ليه واش كتعرف شي واحد سميتو الشريف. جاوبو خو وقال ليه انا ما كنعرف حتى شي واحد بهاد السميه. هنا عادل زاد تاكد وعرف باللي هذاك البزطام ديالو والسلسله والتليفون مشاو ليه. من بعد هاد الشيء غادا طرا اخطر عمليه ديال السماوي وفي نفس المنطقه اللي تعرضات فيها المراه وعادل السماوي. في هاد المنطقه نيت كاينه واحد الشوافه سميتها السعديه. وهاد الشوافه كانت معروفه وعندها بزاف ديال الكليان وكيجيو عندها الناس من مناطق بعاد. هاد الشوافه كانت كتخرج كتمشي لواحد السواقه قريبه ليها في المنطقه. هاد السواقه كانت فيها واحد البلاصه معروفه بهداك الشيء ديال الشعواده وكانت كتخرج كتمشي ليها كل خميس. واحد الخميس كيف العاده كانت غاده لهاد السويقه. ومنين كانت غاده في الطريق حسات بحال شي واحد مراقبها وتابعها من وراها ولكن ما رداتش بالها وكملات الطريق ديالها للسويقه.
منين وصلات ودخلات للسويقه مشات عند واحد المشعوذ كيبيع هاد الشيء ديال الشعواده، كتعرفوا، سلمات عليه وبدات كتهضر معاه. ما كاملاش 2 ديال الدقائق جا واحد الراجل ووقف قريب ليهم. هما شافوه منين وقف ولكن ما داوهاش فيه وكملوا الهضره ديالهم. هاد الشوافه كان الغرض ديالها هو اتصل بواحد النوع من الجن. هاد الجن كان من نوع ديال الجن الطائر. هي كانوا عندها بزاف ديال الجن كتعامل معاهم وكتخدم بهم، ولكن كانت باغا هاد الجن اللي من نوع ديال الجن الطائر كانت باغا يقضي ليها شي غرض. وهاد الجن كان الاسم ديالو الزرقاوي. ولكن المشكله اللي لقات هاد الشوافه ما عرفاتش كيفاش تقدر تواصل بهاد الجن، وهاد الشيء علاش جات لعند هاد المشعوذ. ولكن منين قالتها لهاد المشعوذ قال لها راه حتى انا فحالي فحالك وما عندي حتى شي معلومه على كيفاش غادا تقدري تواصلي بهاد الجن. الشوافه عرفات راسها ما غاداش تقضي الغرض ديالها، رجعات فحالها لدارها. الغد ليه في الوقيته اللي كانت كتخدم فيها من ورا الصلاه ديال المغرب غادي يطلع عندها واحد الراجل وغادي يلقاها خدامه مع شي كليان. خلاها حتى سالاش مع الكليان وبقات راسها وهو يمشي عندها. قال لها السلام عليكم، قالت لي وعليكم السلام. قال لها انت هي السعديه؟ قالت لي انا هي السعديه. جاوبها هو يقول لها راه صيفطوني عندك شي جواد على واحد الغرض. الشوافه منين سمعت الجواد قالت هذا عنده درايه بهذا الشيء ديال الشعواده، وهي تقول لي شكون انت؟ جاوبها هو يقول لها معاك شريف. جاوبته وقالت لي مشرفين. قول شنو عندك؟ هو يقول لي واش كتقلبي على الزرقاوي؟ الشوافه منين سمعت السميه ديال الزرقاوي تصدمات، وهي تجاوبو وقالت لي تسليم السي الشريف. وهو يقول لها راني سولتك ما جاوبتينيش، واش كتقلبي على الزرقاوي؟ وهي تقول لي السي الشريف، وبالثمن اللي بغيتي نخلصك به الا قدرتي تحضروا ليا. جاوبها هو يقول لها مرحبا. قال لها غادا تعطيني 10,000 درهم وغادي نبدا معاك الخدمه من دابا. قالت لي حتى هي مرحبا، وهي تهز واحد المخده كانت حطاها في القند ديال السداري، وهي تحلها وجبدت منها الفلوس وحسبات 10,000 درهم وهي تعطيها لي، ورجعات هذاك الشيء ديال الفلوس اللي بقى المخده ورجعات المخده لبلاصتها. منين رجعات المخده لبلاصتها قالت لي يلاه السي الشريف بدا. غادي يجاوبها وغادي يقول لها بغيت 2 شمعات يكونوا كحلين. جبدات 2 شمعات كحلين وعطاتهم ليه. غادي يشد دوك 2 شمعات كحلين وغادي يجبد واحد 2 ورقات من جيبو، وكل شمعه غادي يحط تحت منها ورقه من دوك 2 ورقات اللي جبدهم من جيبو، وغادي يشعل هادوك 2 شمعات، وغادي يجبد من تحته واحد الشقفه ديال الفكرون لاصقه في الجنب ديالها جراره ديال الخيط، وغادي يجبد بيضه ديال الحمامه ومكتوب فيها الاسم ديال الزرقاوي. وبدا كيقرا شي تعاويذ ما مفهومينش على هذيك البيضه، وشد هذيك البيضه ودارها في وسط هذيك الشقفه ديال الفكرون اللي في الجنب ديالها جراره ديال الخيط ملاصقه معاها، وغادي يشد الراس ديال هذاك الخيط اللي في الجراره اللي ملاصقه مع الشقفه ديال الفكرون وغادي يلصقوا في الارض ما بين دوك 2 شمعات، وغادي يعطي الشوافه الشقفه ديال الفكرون، وغادي يقول ليها غادا تبقاي غاده وكتطلقي في الخيط اللي في الجراره وما تخليش البيضه اللي في وسط الشقفه ديال الفكرون طيح منه وتهرس. وقال ليها غادا تمي غاده ومحافظه على التوازن ديال الشقفه ديال الفكرون، وغادا تهبطي الدروج وغادي تبداي تحسبي 150 خطوه. وقال ليها غادي تبداي الحساب من قدام العتبه ديال الدار وغادي تحسبي 150 خطوه حتى توصلي للجرده اللي كاينه من ورا الدار. وقال ليها منين تكملي 150 خطوه غادي توقفي في البلاصه اللي كملتي فيها 150 خطوه، وغادي تجبدي البيضه اللي في وسط الفكرون وغادي تحطي الشقفه ديال الفكرون في الارض وتمي راجعه مع الخيط ديال الجراره حتى ترجعي عندي وتعطيني البيضه. شدات الشوافه الشقفه ديال الفكرون وتمات غاده وكتطلق الخيط ديال الجراره اللي ملاصقه مع الشقفه ديال الفكرون وحاضيه مع البيضه لا طيح ليها من وسط الشقفه وتهرس. ومنين هبطات ووصلت قدام العتبه ديال الدار تمت غاده وكتحسب في 150 خطوه. ومنين كملات 150 خطوه جبدات هذيك البيضه من وسط الشقفه ديال الفكرون وتمات راجعه للدار باش تعطيها للشريف. منين رجعات للدار لقات المخده اللي كانت حاطه في القنش ديال السداري اللي فيها الفلوس محلوله ومليوحه في الارض، والفلوس اللي كانوا فيها ما كاينينش، والشريف حتى هو ما كاينش وغبر ليه الاثار. الشوافه طاحت في الارض وبدات كتغوت حتى سمعوا الجيران الغوات ديالها.
الشريف صدق مدي ليها 10,000 درهم اللي خلصها بها في الاول، وزاد داليها الفلوس اللي كانوا في المخدة. هنا غادي نكون وصلنا لنهاية القصة ديال شخصية من اخطر الشخصيات في المكر والخداع والسماوة. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه القصة هذه. ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك ديالكم في القناة، وضغطوا على زر اللايك، وخليوا لي شي كومونتير عبروا فيه على الرأي ديالكم في هذه القصة هذه. كان معكم هوكيلو، نشوفكم في فيديو جديد.